خليني أبدأ بحاجة بسيطة أوي. أنت دلوقتي لو صحيت الصبح وعرفت إنك ممنوع تحط ملح على أكلك إلا لو دفعت ضريبة، وممنوع تجيبه من البحر أو الأرض، وممنوع حتى تجمعه بإيدك، هتحس إن الموضوع سخيف. بس في الحقيقة القصة دي كانت سبب سقوط إمبراطورية. النهاردة إحنا هنحكي حكاية مش عن حرب ولا مدافع، إحنا هنحكي حكاية عن الملح. إزاي حاجة بسيطة على سفرتك كانت أداة استعمار. تعالوا نعرف الحكاية إيه في سطر حضارة، وده لأن لكل سطر أثر ولكل حضارة قصة. الهند. الهند ما كانتش دولة فقيرة ولا ضعيفة، الهند كانت إمبراطورية، واحدة من أغنى إمبراطوريات العالم قبل القرن ال18. ففي سنة 1700 تقريبا الهند لوحدها كانت بتمثل حوالي ربع اقتصاد العالم كله. زراعة، صناعة نسيج، تجارة بحرية، مدن ضخمة، أنظمة حكم وجيوش. الهند كانت بتبيع للعالم كله قطن، حرير، توابل، سكر وملح. وهنا نيجي لجملة مهمة جدا: اللي يملك الملح يملك الناس. يعني ايه؟ يعني انا لو ماسك الحاجة الوحيدة اللي كل انسان محتاجها كل يوم، يبقى انا ماسك حياته. فالملح مش رفاهية، الملح لحفظ الاكل، للصحة، للبقاء. ومن غير الملح الاكل بيبوظ، الجسم بينهار، والانسان بيضعف. الهند كانت بتطلع ملحها بنفسها. ازاي؟ باكتر من طريقة. كانت بتطلعه من البحر، فالسواحل الهندية طويلة جدا، خصوصا على بحر العرب وخليج البنغال. الناس كانت بتسيب مياه البحر تتبخر في أحواض طبيعية، والملح بيترسب ويتجمع. عملية بسيطة طبيعية ومعروفة من آلاف السنين. وممكن كمان تطلعه من الأراضي المالحة، ودي موجودة في مناطق زي البنغال، أوديشا، وأجزاء من راجستان. أراضي بطبيعتها فيها أملاح، الناس بتستخرجها من غير مصانع ولا آلات. يعني الهند ما كانتش محتاجة تستورد ملح ولا حد يتحكم فيها. نيجي بقى لأوروبا. مين أوروبا وقتها؟ احنا بنتكلم عن دول بعينها: إنجلترا، فرنسا، هولندا، أسبانيا، والبرتغال. الدول دي كانت عندها مشكلة كبيرة قوي: سكان كتير، موارد أقل، واقتصادها ضعيف. وكانوا محتاجين حاجة واحدة: ثروات. عشان كده بدأوا يدوروا على طرق بحرية جديدة يوصلوا بيها للشرق. ومن هنا ظهر التجار. شركة الهند الشرقية، الشركة اللي أنا ذكرتها في الفيديو اللي فات، شركات أقوى من دول. الشركة دي تأسست سنة 1600 ترخيص من الملكة إليزابيث الأولى. ففي الأول هي كانت شركة تجارية عادية جدا، بس في الحقيقة بعد كده تحولت لدولة. الشركة كان ليها حق إنها تعمل جيش وتعقد معاهدات لحكم مناطق، وكان ليها عملة. طب أصلا هم دخلوا الهند إزاي؟ مش بالقوة لكن بالعقود. ففي البداية راحوا للأباطرة المغول وقالوا لهم: إحنا عايزين نتاجر، مخازن وموانئ بس. وبعدين بدأوا يتحكموا في التجارة، وبعد كده بدأوا يتحكموا في الأسعار، وبعد كده بدأوا يمولوا لحروب محلية داخل الدولة، وبعد كده يعينوا حكام مواليين ليهم. التحول حصل بهدوء. الهند اتحولت من بلد بتبيع لبلد بتنتج بس، وبريطانيا هي اللي بتبيع، واللي يقاوم بيتشال. ففي سنة 1757 حصلت معركة صغيرة قوي، وهي معركة بلاسي. المعركة اللي نتيجتها كانت ضخمة، فشركة الهند الشرقية كسبت وبدأت السيطرة الحقيقية في الدولة كلها. وبعد كده بسنين التاج البريطاني نفسه استلم الحكم رسميا منها. بعد ما شركة الهند الشرقية مسكت مفاتيح التجارة، وبعد ما بقت هي اللي بتحدد مين بيبيع ومين بيشتري، بريطانيا اكتشفت حاجة مهمة جدا: إن السيطرة على السلع الكبيرة بس مش كفاية. التوابل والقطن بيكسبوا فلوس بس ما بيمسكوش الشعب. اللي يمسك الشعب هو اللي يمسك الحاجة اللي ما يقدروش يعيشوا من غيرها. وهنا راحوا للملح. الملح بالنسبة للهندي وقتها مش بهار، الملح أكل، الملح صحة، والملح بقاء. الهند البسيط كان بياكل رز وخضار، الملح هو اللي مخلي الأكل ده يعيش. فبسبب حرارة الجو العالية هناك الجسم كان بيفقد أملاح بسرعة، يعني من غير الملح مرض وموت. فبريطانيا بصت على الموضوع ببساطة شديدة وقالت: لو سيطرنا على الملح احنا كده مسكنا الشعب كله. عشان كده ما اكتفوش بالضريبة، لا ده غيروا النظام كله. فقبل الاستعمار زي ما ذكرنا إن الهند كان بيطلع الملح بنفسه من البحر أو الأراضي المالحة،
من غير قوانين، من غير تصريح، ومن غير فلوس. بريطانيا قالت لأ، وأصدرت قانون واضح وصريح: ممنوع أي هندي يستخرج ملح أو يجمعه أو حتى يحتفظ بيه من غير إذن قانوني، حتى لو البحر قدامه، حتى لو الملح ده طالع طبيعي من الأرض. القانون ده اسمه قانون الملح. وبعد القانون ده فرضوا الضريبة، فالملح بقى سلعة حكومية. يعني إيه؟ يعني إن الحكومة البريطانية هي اللي تنتجه وهي اللي تبيعه وهي اللي تحدد سعره، والسعر ده كان غالي جدا بالنسبة لشعب فقير. فالضريبة دي ما كانتش مجرد فلوس، كانت أداة للإهانة. فالفقير اللي مش لاقي ياكل بيدفع ضريبة عشان يحافظ على صحته. النتيجة الأمراض زادت، الوفيات زادت، والناس بقت بتقلل الملح من أكلها، فأجسامها ضعفت. اقتصاديا الفلوس بتطلع من الهند لبريطانيا، اجتماعيا بقى فيه غضب مكبوت جوه الشعب، سياسيا بقى فيه إحساس بالإهانة. فالاستعمار كان علني مش مستخبي، علم بريطاني، حاكم بريطاني، وقوانين بريطانية. فالهند كانت تحت الحكم البريطاني الكامل من سنة 1858 لحد سنة 1947. أكتر من 90 سنة حكم مباشر غير السنين اللي كانت فيها الشركة مسيطرة. ووسط كل ده ظهر غاندي. غاندي ما ظهرش فجأة، هو ظهر بعد ما اتكون. اتولد سنة 1869 ودرس قانون في إنجلترا، واشتغل محامي في جنوب أفريقيا. وفي جنوب أفريقيا شاف بعينه ازاي القانون ممكن يبقى أداة ظلم. فلما رجع الهند كان فاهم حاجة مهمة جدا: الهندي ما ينفعش يواجه بريطانيا بالسلاح، لكن يقدر يواجهها بكسر القوانين قدام العالم، وده اسمه العصيان المدني. غاندي دور على قانون يكسره ويبقى مفهوم لكل الناس، غني أو فقير، فاختار قانون الملح. ليه؟ عشان كل بيت في الهند عنده مشكلة مع الملح. ففي سنة 1930 غاندي أعلن إن هو هيمشي للبحر ويطلع الملح 380 كيلو. مش مسافة عسكرية، هي مسافة رمزية. المسيرة دي اسمها مسيرة الملح أو مسيرة داندي على اسم القرية اللي وصل ليها. غاندي مشي والناس مشيت وراه، مش الآلاف بس، عشرات الآلاف. ولما وصل البحر انحنى وخد شوية ملح وكسر قانون الملح. الشوية دول كسروا هيبة الإمبراطورية. لما غاندي كسر قانون الملح قدام البحر، بريطانيا ما كانتش متخيلة إن الحركة البسيطة دي تعمل كل ده. ففي الأول استهانوا بيه وقالوا ده راجل عجوز لابس بسيط بيمشي على رجله، هيعمل إيه يعني؟ بس المشكلة ما كانتش في غاندي لوحده، المشكلة إن اللي عمله غاندي الناس بدأت تعمله. ففي قرى كتير الناس نزلت البحر وبدأت تطلع الملح بلا إذن وبلا خوف. وهنا بريطانيا عرفت إن الموضوع خرج من إيدها. الرد كان عنيف، مش كلام صحف، لأ هو كان عنيف فعلا. الشرطة البريطانية بدأت تعتقل أي حد يلمس الملح، ستات، رجالة، شباب. السجون اتملت، وفي أماكن كتير كانت ضرب من غير اعتقال. وفي مواقف موثقة إن الجنود كانوا واقفين قدام صفوف من الهنود، والناس دي كانت واقفة من غير سلاح وبتستقبل الضرب من غير ما ترد. اللي حصل ده اتصور واتكتب واتنقل في صحف أوروبا وأمريكا. وهنا بنيجي لكلمة إن الاستعمار اتعرى. يعني إيه اتعرى؟ يعني وقع. فبريطانيا طول عمرها بتقول إنها هناك عشان النظام وعشان القانون وعشان الحضارة، بس لما العالم شاف إن الجنود بيكسروا عظم الناس عشان الملح، الحكاية بانت. مش تحرير ومش حضارة، لأ دي سرقة وسيطرة. غاندي نفسه اتقبض عليه واتسجن أكتر من مرة، مش مرة واحدة، لأ في سجون مختلفة من سنين من عمره. بس كل مرة كان بيتسجن صورته بتكبر، مش في الهند بس، في العالم كله. الضغط الدولي زاد، صحف، سياسيين، مفكرين. بريطانيا بقت في موقف محرج، وفي نفس الوقت الحرب العالمية بقت على الأبواب وحصلت. فبريطانيا خرجت من الحرب مكسورة اقتصاديا، فلوسها خلصت وجيشها بقى مرهق. فالهند بقت عبء مش كنز زي الأول. ثورات، إضرابات، عصيان مدني مستمر. بريطانيا فهمت الحقيقة المرة: تكلفة الاستعمار بأقل من مكاسبه. عشان كده مش حبا في الحرية ولا اقتناعا بحق الهند، لكن اضطرارا أعلنت سنة 1947 خروجها رسميا من الهند. الهند استقلت، بس الاستقلال ده ما كانش نهاية سعيدة قوي. حصل تقسيم، الهند وباكستان. هتسألوني ايه دخل باكستان في الموضوع؟ هقولكوا ان اصلا لحد سنة 1947 الهند وباكستان كانوا دولة واحدة تحت اسم الهند البريطانية. فبريطانيا حكمت الكل مع بعض، ولما قررت تمشي سابت قنبلة.
قسمت البلد على أساس ديني، دولة ذات أغلبية هندوسية الهند ودولة ذات أغلبية مسلمة باكستان. التقسيم حصل بسرعة قوي، الناس صحيت لقت نفسها فجأة انت أقلية هنا امشي. حصلت أكبر هجرة جماعية في التاريخ، حوالي 14 مليون إنسان اتحركوا ومليون قتيل. يعني الاستقلال جه بس تكلفته كانت الدم. غاندي وقتها كان رمز للسلام، بس مش كل الناس كانت شايفاه كده. ففي ناس متطرفة هندوسية كانت شايفة إنه كان متسامح زيادة عن اللزوم وبيدافع عن المسلمين ورافض للتقسيم ده. ففي 30 يناير 1948 واحد اسمه نوترام جوديسي اغتال غاندي بالرصاص. فالمفارقة الأصعب هنا إن غاندي ما ماتش على إيد الاستعمار، لأ ده مات على إيد واحد من بلده. فغاندي مات لكن فكرته ما ماتتش. فالهند بعد الاستقلال بدأت تبني نفسها من جديد، اقتصاد، سياسة، دولة حديثة. طب وقانون الملح اتلغى طبعا. الملح رجع ملك للناس، مش رمز لكن حق. وهنا نرجع للملح تاني. الملح اللي كان أداة سيطرة بقى أداة مقاومة. الملح اللي كان سبب مرض وفقر بقى سبب وعي. القصة دي مش عن الهند بس، القصة دي عن أي شعب اتاخد منه حقه بالتدريج لحد ما افتكر إن ده الطبيعي. التاريخ بيقول لنا حاجة واضحة، الظلم ساعات بيبدأ بحاجة صغيرة والتحرر كمان. فشوية ملح غيرت مصير شعب وكسرت إمبراطورية. ودي كانت حكاية الملح والهند. قولولي رأيكم إيه في الكومنتات، وما تنسوش اللايك عشان يوصل لناس أكتر مهتمة بالفكرة، والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. كنت معاكم آلاء في سطر وحضارة.